ليه انا شايف ميكي فنان مختلف؟ لاني ببساطه ميكي ليه كده اسلوب خاص بيه، مش شبه حد، ليه طريقه في الضحك والتقمص مخليه منفرد لوحده في الاتجاه والسكه دي. انت لو جيت قلت لي ان اللي عمل شخصيه الكبير وجوني وحزلقوم شخص واحد، انا اكيد هقول عليك مجنون ومش هصدقك طبعا. فده ان دل يدل على عبقريه وابداع ميكي في تقمص الشخصيات دي، اللي مش بيخليك ابدا تحس ان هم كلهم شخص واحد. ميكي انا دايما شايفه مركز على نوعيه السبوف، الطريقه والسف على الحاجات زي كليشات الافلام او التيمات المتكرره في السينما عندنا، وده شفناه في فيلم لا تراجع ولا استسلام، وكمان فيلم طير انت اللي ميكي كان بيتريق فيه على افواره الافلام الهنديه والمبالغه اللي فيها. ميكي بصراحه صايع جدا في ان هو يحط الحاجه قدامك وعمره ما يخليك تاخد بالك انه بيسف او يتريق على الحاجه دي، ودي شطاره وذكاء منه جدا. وده اللي شفناه كمان في فيلم سمير ابو النيل، الفيلم اللي كان اغلبه قايم على كوميديا السبوف او التريقه، وده شفناه في حته برامج التوك شو اللي ميكي كان بيضرب فيهم من تحت الحزام حرفيا من غير ما حد ياخد باله ولا يحس، في ظل بهرجة وانتشار البرامج اللي من النوعية دي في الفترة دي.